الا بقيتي كتسنى حتى تكون موتيفي باش تنوض، فراه حياتك كامله غادي تدوز وانت جالس. السلام عليكم اخوان، ومرحبا بكم في الابيزود الثانيه من التغيير الحقيقي اللي غادي نشوفوا فيه بصح كيفاش نقدروا نبداو التغيير الحقيقي دقه بدقه، ماشي غير هضره ديال انستغرام الريلز وديال الموتيفاسيون. كما ذكرت في الحلقه اللي فاتت، ما غاديش نجي نقول لك ما بين ليله ونهار غادي تبدل حياتك كامله، غادي تولي تنوض مع 6 الصباح تجري دير الميديتاسيون، تقرا الكتاب، تقرا القران، تصلي، بلا 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 كاع داكشي اللي كتسمعوا في انستغرام. حتى هذاك التغيير واحد التغيير طومبوريل ماشي ديال لونغ تيرم، حتى تقدر ني تبقى فيها واحد المده قصيره، سيمانه وانت كتنوض على 6 الصباح كتمشي تجري كدير ميديتاسيون، ولكن مورا ديك السيمانه غادي تمشي لك موتيفاسيون، غادي ترجع كما كنتي اولا تقدر كاع ترجع كفس. حتى التغيير الحقيقي خاصو وقت وخاصو ديديكيشن، وخاصك تكون عندك الخاطر وتكون ديسيبليني باش تقدر تبدل حياتك. حنا الهدف ديالنا من هذا الشهر هذا هو اننا نحاولوا نبنيو واحد العادات صغار ونديروا التغيير صغير باش نقدر يعاوننا نديروا التغيير الكبير. الموضوع ديال هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا واش انت نيت بصح باغي تبدل ولا غير متحمس وصافي. خاصنا نفهموا في الاول انه العقل ديالنا ماشي ما بغاش لنا الخير ولا ما بغاناش تبدلوا ولا ما بغاناش نكونوا ديسيبليني. طبيعي العقل ديالنا كيبغي غير يحمينا ويخلينا دائما مرتاحين، كيحاول يبعدك دائما على لي سيتوياسيون اللي كتكون فيها نتايا ما مرتاحش وانكومفورتابل. دونك في هذه الحاله هذه انت دائما انت كتعول على الموتيفاسيون، كتعول على شي واحد يجي موتيفيك ولا تفرج في شي فيديو ديال الموتيفاسيون باش تنوض تقدر دير شي حاجه. ولكن المشكل هنا اللي كيطيحوا فيه اغلبيه الناس هو انهم ملي كتجي واحد الوقيته وكيكونوا ساد ولا حزينين ولا ما كيكونش عندهم الخاطر ولا الكانه باش ينوضوا يديروا ديك الحاجه اللي خاصهم ينوضوا يديروها، كيسكيبيوها ما كيديروهاش. دونك بحال كتعول دائما على لي زيموسيون ديالك والمود ديالك باش تقدر تكون بروداكتيف. ناخذوا شي امثله على الموتيفاسيون باش نفهموا مزيان. بحال مثلا ملي كتشوف شي فيديو ديال شي واحد كيتريني في انستغرام وكتحمس وكتمشي كتخلص الشهر الاولاني في الصال وكتسير 2 حصص ومن بعدا كتبقى ترجع للصال. وهاد القضيه هذه كما كتشوفوني انايا راه كنطيح فيها دائما. مثال ثاني، ملي كتحمس وكتبغي تتعلم شي مهاره بحال مثلا رسم، كتسير عند مول المكتبه كتشري الاقلام، كتشري الاوراق، كتشري ملونات، الصباغه وكتحطهم في الدار وكتنساهم. بحال مثلا عاوتاني واحد القضيه اللي كنحاول دائما ايفيتي منها اللي هي انك ملي كتخرج البوبليك وكتانونسي الجولز ديالك، حتى ملي كتانونسي الجولز ديالك اون بوبليك وكيشوفوهم الناس وكيبداو كيقولوا لك واو تبارك الله عليك عندك جولز واعرين، كيب اب دون جيف اب كذا الى اخره الى اخره، انت كتحس بداك الدوبامين وكتوهم راسك انك راك اتشيفيتي دوك الجولز، اما انت راه غير قلتي ما صافي باقي حتى ما درتي حتى الخطوه الاولانيه. وهاد القضيه هذه كنطيح فيها بزاف ودائما كنحاول ايفيتي راسي انني نديرها، وصراحه باقي كنطيح فيها بعض المرات، ولكن دابا شويه دابا وليت كنتحكم في لساني، وليت كنعرف امتى نحبس وامتى نطلق. الحاجه الثانيه اللي هو الفرق ما بين الموتيفاسيون والديسيبلين، الموتيفاسيون دائما كتركز على الريزولتا، اما الديسيبلين كتركز على الايدونتيتي ديالك وانت وباشنو مامن. بس نوضحوا اكثر، الموتيفاسيون بحال كتقول بغيت ننجح، بغيت ندير فلوس، بغيت نتشهر وبغيت نضرب الفيوز. واو واعره صعيبه استراليا اللي قلت فيها الرايمز، بغيت ننجح، بغيت ندير فلوس، بغيت نتشهر وبغيت نضرب الفيوز. جاد دايم والله انا دايم واعر هادشي. ما عليناش. اما ديسيبلين مي كتامن بها وكتولي بارت من البيرسوناليتي ديالك. مثلا انا مامن ومدخل راسي ديال انني انا من تيب ديال الناس اللي ملي كيبداو شي حاجه كيكملوها، او لا انا من تيب ديال الناس اللي كيحطوا فيديوهات بزاف. كيما لاحظتوا الفرق، انني انا في الاول في الموتيفاسيون قلت انني انا بغيت ننجح وصافي، مي ديسيبلين قلت انني انا تيب ديال الناس اللي ملي كيبداو شي حاجه كيساليوها. هذا هو الفرق ما بين الموتيفاسيون والديسيبلين. دابا السؤال اللي كيطيح لك دابا في راسك، الياس كيفاش نقدروا نكونوا ديسيبليني؟ معليكش جيتي في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. غادي نوريك دي تكنيك اللي خدموا معايا انايا، حيت كيما قلت لكم وذكرت لكم الحلقه الاولى انني انا ماشي طبيب نفساني، ماشي شي واحد قريت على هادشي ولا قريت على سايكولوجي ديال بنادم، انا غير واحد كنتفرج في فيديوهات، قريت بعض الكتوبه وكنشارك معاك التجربه ديالي الشخصيه. اول حاجه باش تكون ديسيبليني واهم حاجه اكستي الا خديتي هادي صافي غير خرج من الفيديو ما تكملوش ماشي مشكل، ولكن يدير لايك وخرج عاوتاني. باش تكون ديسيبليني خاصك تولف انك تنوض دير ديك الحاجه واخا انت ما حاملش ولا ما عندكش المود ولا ما عندكش الكانه انك تنوض ديرها، وتحيد اي هضره اللي كدور لك في راسك وكتقول لك بلاتي واحد شويه، بلاتي نستراح واحد نص ساعه، خليها حتى من بعد. كاع ديك الهضره حيدها ونوض
ديرها. والحاجه الثانيه اللي كيطيحوا فيها بزاف الناس وطحت فيها حتى انايا شخصيا، وانه كيصحابهم انهم سواء من المره الاولى او لا من المره الثانيه غادي يولي ديسيبليني. فللاسف الحياه ما سهلاش بحال هكا. باش تكون ديسيبليني في واحد الحاجه اكس خاصك ديرها وتعاود ديرها وديرها اكان انا كان تتولفها وتولي تجيك ناتوريل. ناخذ واحد المثال متعلق نيت برمضان وبالدين اللي هي الصلاه. بزاف الناس كيصحبوا انهم يقدروا يولفوا الصلاه من بعد يومين ولا 3 ايام ديال الصلاه وصافي، مي من بعد واحد اليومين ولا 3 ايام كيعياو وما كيبقاوش كيصليو. باش تبني واحد العاده خاصها وقت، وهذا نيت هذا هو الموضوع ديال الحلقه الجايه ان شاء الله. غادي يكون على الهابتس وكيفاش الهابتس كيخدموا وكيفاش نقدروا نبنيو او نحيدوا واحد الهابت. الا كنتي بديت تتفرج على الحلقه هذه ما عليك دير سبسكرايب وتسنى الحلقه بعد غدا. خاصك في الاول تبدا تكون ديسيبليني في شي حوايج صغار، مثلا تقاد فراشك كل صباح او لا كل نهار تنعس في نفس الوقت. حتى الا بقيتي ديسيبليني في هاد الحوايج الصغار وكدير بعض تغييرات صغار، فمع مرور الوقت هذاك الشيء كيتجمع وكيتاكومولا كيديك انك دير واحد التغيير كبير وتولي ديسيبليني في شي حوايج كبر. حتى كاع هادشي ديال الهابيت وديال الديسيبلين راه غير كامباوند افيكت. خاصك تبدا صغير وتبدا تجمع شويه بشويه حتى داك الشيء يكبر. واهم حاجه واخر حاجه اللي غادي نذكروه في الحلول هي انك خاصك تهبط التوقعات ديالك وتركز اكثر على الاستمراريه ديالك في ديك الحاجه. ودابا غادي نوريكم دابا شي توشيات وشي تريكس اللي يعاونوني انا باش نكون ديسيبلين اكثر وكونسيستنت اكثر. هو انك خاصك تسهل قدر ما قدرتي باش تقدر دير هذاك الاكت ولا هذيك الطاش. بحال مثلا الا بغيتي تسير لاصال وبغيتي تكون فيه ديسيبليني، خاصك دائما تخلي حوايج لاصال والصاك ديال لاصال دائما واجد محطوط في واحد البلاصه اللي مثلا نقولوا محطوط حدا الباب. ملي تفكر تسير لاصال هز الصاك وسير في حالتك. يعني ما غاديش تخلي لعقلك المجال فين يزيد يفكر اكثر ويخلق لك دي زوبستاكل اللي هما اصلا ما كاينينش. اولا مثلا الا بغيتي ديسيبلين على القرايه ولا على انك تفوكسي في الخدمه وما تشتتش وتنوض وتهز التليفون وتبقى تسكرولي في انستغرام، مثلا حط التليفون في شي بيت اخر اولا طفيه اولا خليه ديشارجا ولوحو في شي بلاصه ما تعرفش فين هي. ديك الساعه غادي تقدر تركز وما غادي تخلي عقلك فين يقدر يتشتت. خلاصة هادشي في جوج جمل، وانه دوك العادات الخايبه خاصك تخليهم صعاب بس توصل لهم، ودوك العادات اللي بغيتي تبني خليهم ساهلين ودغيا توصل لهم. اخر حاجه هذه ديال بصح هذه اخر حاجه، انه خاصك تقبل وتفهم انه في اغلبيه الاوقات واغلبيه الايام غادي يكون فيهم الملل وما غاديش تكون عندك الكانه بس تقدر دير داكشي اللي خاصك دير. مي هنا فين كيفرق ما بين واحد ديسيبليني وواحد موتيفي، وانه هذاك كينوض يدير واخا ما حاملش، وهذاك كيسكيبي كيتسنى حتى يجي شي واحد عاوتاني في الريل يقول ليه يلا نوض انت وحش انت سبع اذهب اكسترا. دونك الاخوان والاخوات هادشي اللي كان في الحلقه. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي حاجه وفهمتوا شي حاجه على الفرق ما بين ديسيبلين والموتيفيشن كيفاش تقدر تكون ديسيبلين اكثر. وقولوا لي في الكومنتيرات كي غادي مع التشالنج. الناس اللي ما عارفين التشالنج وانه حنا دايرين في هاد الشهر هذا واحد لي طاش اللي نو نيغوشيبل، يعني اللي ما فيهمش الهضره ما فيهمش المناقشه. انه نصليو 5 صلوات في النهار، نقراو 20 صفحه ديال القران في النهار، ونحاولوا نقراو على الاقل ساعه ديال ليرنين، على الاقل ساعه ديال ليرنين، ونحاولوا نديروا ديتوكس على كاع العادات الخايبه اللي بغينا نبعدوا عليها لمدة هذا الشهر كامل. إذا كان عندكم إخوان بعض الاقتراحات ولا شي أفكار بغيتو تشوفوهم في هذا الكونسيبت هذا في هذا الشهر هذا، كتبوا لي في التعليقات اشنو بغيتو، شنو اللي عجبكم شنو ما عجبكمش. السلام عليكم.